بسم الله الرحمن الرحيم. هنعرف الناس في بعض خطوات كده سريعة ازاي تجيب اوردرات كل يوم، علشان بس بيبدأ ناس تشتغل معانا وبتفضل تقول انا بقالي يومين او ثلاثة او اربعة بعرض منتجات على جروبات كتير جدا ومفيش حد بيرد عليا، وما بيجيليش اوردرات كتير. ففي ناس كتير بتسيب الشغل اللي هو بالعمولة ومش بتعرف تكمل فيه بسبب الكلام ده. فهنعرف الناس خطوات بسيطة وبسرعة كده يا رب الناس تفهمها وتعمل بيها. مبدئيا كده رقم واحد، الاوردرات الحاجات اللي انت بتعرضها على الجروبات على الفيسبوك او على الاوليكس او على اي موقع عامة بتعرض عليه، الموضوع بيبقى محتاج منك صبر شوية ومحتاج تكرار النشر للمنتج اللي انت بتعرضه. يعني مش بعرض الحاجة وبفضل مستني اليوم كله ان حد يكلمني على الحاجة اللي انا عرضتها دي، لا، في حاجة اسمها تجديد لقائمة المعروضات. يعني لو فتحنا الفيس كده وجبنا علامة الماركت بليس، ده الماركت بليس اللي الناس بتسأل ايه هو الماركت، تمام؟ بتختلف الواجهة من تليفون للتاني. بندوس على العلامة دي اللي هو ده الملف بتاعك اللي هو اللي انت بتعرض فيه المنتجات على الماركت بليس. بعد كده دي واجهة بتبقى برضو مختلفة مع بعض الناس. احنا بنختار قوائم معروضاتك، تمام؟ لو اخترنا قوائم المعروضات بيظهر لك الحاجات بتاعتك اللي انت عارضها على مدار الفترة اللي اشتغلت فيها، تمام؟ طيب وليكن المفروض انا مطلوب مني ايه؟ يعني انا عرضت الحاجات دي خلاص، ومش عارف بقى ما بيجيش عليها اوردرات ليه، ما بيجيليش رسائل، مفيش تفاعل. اعمل ايه؟ المفروض والمطلوب منك والصح اللي المفروض تعمله، لان انت شغال بالعمولة زي ما قلنا في الاول وشغال مجانا مش اعلان ممول. انت بتعرضه وبتسيبه هو شغال بيتعرض على الناس وبيوصل لصفحات كتير. لا، الموضوع هنا مختلف لانك شغال مجانا. طب المفروض انا هعمل ايه؟ المفروض ان انت بتخش مثلا على حاجه انت عارضها من 3 ايام او من يومين مثلا. لو جينا ندوس على الثلاث نقط دي من الجنب كده، بتلاقي في شويه اختيارات هنا، في منهم تعديل قائمه المعروضات. وطالما الاختيارات دي مفيش حاجه اسمها تجديد قائمه المعروضات، لان التجديد دوت لازم تجدد كل اعلان انت بتنزله بعد 7 ايام، علشان في ناس كتيره برضو بتقعد تسال الاعلان مفيش تفاعل وهو اصلا الاعلان ما بيكونش شغال، بيبقى الاعلان عدى عليه ال6 ايام او 7 ايام فوقف خلاص، محتاج ان انت تخش تعمل له تجديد لقائمه المعروضات، تمام؟ طيب احنا بندوس تعديل قائمة المعروضات، تمام؟ بنخش نعدلها. طب هنعمل ايه في التعديل؟ يعني انا عنوان وكاتبه سعر او كاتب الصفر مثلا علشان الناس تسألني وبرضه ما فيش اي تفاعل. طيب انا المفروض ان انا هعمل ايه؟ انا بخش بس اعمل حاجة واحدة، مش هعمل حاجات كتير. انا بخش اجيب الموقع وبكتب بدل ما هو في طنطا اعمل مثلا شبرا الخيمة، وبحدد كده مكانها، بيجي لي النقطة دي بتتحرك للمكان اللي انا هعرض فيه، بقوم دايس تطبيق. اصبح ان المنتج هنا بص معروض فين؟ في شبرا الخيم بدل ما كان في طنطا. فاصبح ان انا كاني عارض المنتج دلوقتي في شبرا الخيم، يعني مش محتاج ان انا اعمل اعلان جديد ونفس الصور والعنوان والوصف والكلام ده كله. لا، انا بس بمجرد ما عدلت الموقع ده الاعلان اتفعل كانه جديد، ودوست حفظ طبعا خلاص هيحمل وهيقول لك خلاص جاري مراجعه قائمه معروضاتك. كانك انت كده خلاص عرضت المنتج في مكان تاني، مكان جديد لاول مره. طبعا احنا مشاركين المنتج ده في كام جروب. لو دخلنا على الاعلان كده هتلاقي اهو كده قائمة معروضات قيد المراجعة، يعني كأنه لسه بتعرضه من جديد. يعني الموضوع بسيط، تم العرض هنا للبيع في 89 مكان. ده اللي احنا بنعمله علشان يجي لنا اوردرات كتير على المنتج اللي احنا بنعرضه. طيب ازاي انا اعرضه؟ والماركت بليس اساسا بيحدد لك 20 جروب بس انت بتشارك فيهم قائمة المعروضات دي. يعني لما باجي اعرض حاجة مثلا الماركت بيقول لي 20 مكان بس، اجي احدد اكتر مفيش تحديد. طيب انا المطلوب مني المفروض انا اشارك الكلام ده ازاي؟ تمام. اولا للناس اللي ما تعرفش، اللي هي عملت قائمه معروضات كده وخلاص على كده مش عارفه تضيف الكلام ده في جروب او بتروح تعرض الحاجه في الجروب نفسه، لا ده غلط. احنا بنجيب برضو الثلاث نقط اللي في الجنب كده، او لو ما عندناش الثلاث نقط ودوسنا على الاعلان وفتح معانا، بنيجي عند المزيد دي بندوس عليها، بيقول لك عرض للبيع في المزيد من الاماكن، فبنختار دي بندوس عليها، تمام. في ناس كتيرة ما عندهاش جروبات أصلا تعرض فيها،
فما بيجيلكش جنب الجروب هنا عرض للبيع، بيجيلك كلمة انضمام. انت بتدور على الجروبات اللي هي كبيرة جدا، اللي بيبقى مكتوب جنبها مثلا 10,000 زي ده كده، 159,000، 318,000، 56,000. حاول تنضم لجروبات زي اللي تحت كده اهو، بيجي لك كلمة انضمام. طبعا احنا ما ينفعش نعمل انضمام لجروبات زي دي، لان 1000 و2640 عضو، دي جروبات صغيرة جدا مش بنشترك فيها. احنا بنشترك في جروبات معدية ال 40,000 و50,000. سيبك من الجروبات الصغيرة اللي باينة قدامك دي، احنا ممكن نزود يعني عدد الجروبات علشان نعرف ننشر في اماكن كتير. تمام. لما تيجي بتدوس على عرض للبيع، بيقول لك لا، لانك انت تم العرض للبيع في 20 مكان. فالماركت بليس كده خلاص ادالك ال 20 مكان اللي هم ال 20 جروب. تمام. طيب انا المفروض هعرض منتج مثلا زي اللي انا اتكلمت عليه، اللي هو التليفون، وهو لسه بيتراجع اهو كمان، يعني لسه بيتعرض. وعلى فكرة بيتعرض في اللي هو 89 جروب لأول مرة برضو. يعني طالما انا غيرت الموقع اللي هو البلد، غيرته في بلد تاني، بيتعرض في ال90 مكان دول او ال89 مكان كانه لسه معروض دلوقتي. تمام. فلما نعمل الموضوع ده في 10 15 حاجه انا عارضها على الماركت، بتبدا بقى التفاعل، بقى بيبدا يجي لك رساله على ده وعلى ده ورساله على ده، ويبدا بقى يبقى في تفاعل ويبدا يبقى في زباين. تمام. طيب يا ريت الناس تكون فهمت الحته بتاعت ان انا اعرض المنتج، ولازم ادخل اعدل الموقع، لان الموقع اللي هو البلد بغيره بقى، بكتب اسماعيليه، اسكندريه، طنطا، السويس، اي محافظه. المهم اغير من هنا لهنا ومن هنا لهنا كل 3 ايام على الاقل. يعني ما كترش عن كده. ولو عايز تقلل بس ما يبقاش خلال اليوم اقعد انشر هنا وهنا، لا، احنا هنعمل حاجه تانية. طبعا التسويق بالعموله زي ما قلنا، التسويق بالعموله يا جماعه صعب شويه ومحتاج صبر ومحتاج ان احنا نقعد ننشر كتير. تمام. ويفضل ان انا اشتغل على حسابين مش حساب واحد، لان النشر الكتير بيجي في بعض الاوقات حاجه بعملها كده غلط، مثلا بيوقف لي الحساب 3 ايام او يومين او اسبوع بالكتير مثلا، فهضطر ان انا اوقف شغلي. فلازم يبقى في اكونت تاني، حساب بعرض عليه شغلي. تمام. طيب احنا دخلنا على الفيس العادي اللي هو عليه قائمة المعروضات اللي اتكلمنا فيها دي. تمام. آه، وعملنا الكلام اللي احنا قلناه دوت في الاول. تمام. اوضح بس حاجه بسيطه، الرؤى دي لو دخلت عليها بتوضح لك نسبه المشاهدات على قوائم المعروضات عندك، نسبه عاليه ولا قليله، انت برضو تقدر تتابع منها. يعني هنا في 500 مشاهده لقوائم المعروضات كلها، سواء انا عرضت مثلا 20 منتج او 30. الرؤى اللي هي المشاهدات على قوائم المعروضات 500. تمام. لازم المفروض تزيد، بتزيد مع تغيير المواقع زي ما قلنا، والنشر في جروبات كتير. طيب انا خلاص عرضت المنتج وشاركته في 20 جروب، وخلاص على كده اول مرحلة. تمام. مطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ افضل انشر منتج بقى مختلف تاني واشاركه في 20 جروب تاني. تمام. تمام. نقوم منزلين الفيس لايت وبندخل عليه، بنجيب برضو الماركت بليس والحساب بتاعنا العلامة ديت، وبنلاقي قائمة المعروضات بتاعتنا في الوش على طول. تمام. طيب المفروض انا اعمل ايه؟ هنا عندك برضو منتج زي ده في 56 جروب. طب ازاي؟ بخش على المنتج كده، بدوس عليه بيظهر لي دي، بكتب عرض للبيع، بدوس على عرض للبيع في مزيد من الاماكن، بيجيب لي جروبات اللي عندي. طبعا بختار اللي عددها كبير، وبختار كام جروب، بختار 10 جروبات بس. تمام. ما ينفعش اختار كل الجروبات دي، لازم اختار 10 بس. ليه بقى؟ لان لو دوست نشر على ال10 جروبات هيقول لي تم النشر هنا اهو في 10 من الاماكن. تمام. طيب احنا هنا كان عندنا كام؟ 56 جروب لقائمة المعروضات دي، لو الناس اخده بالها. لو انا حدثت كده، تمام، بقى كام؟ بقى 58. وما زال هيزيد. ليه؟ لان انا زودت 10 جروبات عرض المزيد من الاماكن، عرضت في 10 جروبات زياده اهو كده، عمال بيزيد في، يعني ايه، الجروب بيبدا ياخد الاعلان وينشره. فانا كده بزود الجروبات. طيب القميص اللي احنا شفناه ده كان 20 من الاماكن، بندخل عليه برضو وبدوس عرض للبيع في مزيد من الاماكن، وبعمل ايه؟ بحدد ال10 جروبات اللي احنا اتكلمنا عنهم. تمام. طيب افرض انا مثلا زودت واحد او اتنين مثلا ودوست نشر، هيقول لك تم النشر في 0 من الاماكن. طب اشمعنى بقى؟ لان الماركت بتاع الفيس لايت بيختار 10 مجموعات بس. تمام. فهندوس، هنشيل الاتنين وندوس نشر،
قال لك تم النشر في 10 من الاماكن، كده قبل ال10 جروبات. تمام، ولازم تاخد بالك جدا من النقطه دي، لان لو جالك 0 جروبات يبقى انت كده ما بتنشرش في جروبات. طيب لو انا طلعت وعايز ازود على ده 10 كمان هنا اهو، اجي ابص تلاقي الخطوه اللي انا عاملها لسه موجوده. طب ازاي ده، او ايه المفروض ان انا اعمله؟ لازم اطلع من الفيس نفسه عليه تاني كده، واخش على قائمة المعروضات والاعلان بتاعي، وبعدين بقى 62 من الاماكن اهو، يعني زاد كمان شوية. ادوس عليه تاني وادوس عرض للبيع في مزيد من الاماكن، بيفتح معايا من جديد 10 جروبات تانيين. تمام، بنحدد ال10 جروبات وبندوس نشر. طبعا الكلام ده كله هيمشي على كل الإعلانات اللي موجودة اللي احنا عاملينها، يعني هتخش على ده بعد كده تعمل عرض للبيع في مزيد من الأماكن وبتحدد 10 جروبات تانيين. تمام. طيب المفروض انا بعمل الكلام ده لحد امتى؟ لحد 2000 جروب. لو عندك 2000 جروب او 1000 جروب او 500 جروب او 100 جروب براحتك، انت بتعمل حاجه اعلان وانت بتعمله مجانا. فالاعلان طالما بيتعمل ببلاش انا بعمله يدوي. هنا مثلا تم العرض للبيع في 107 من الاماكن، وممكن نزود، يعني ندوس عرض للبيع في مزيد من الاماكن ونزود 10 جروبات تانيين. باللي احنا بنعمله ده بيبدأ التفاعل وبيبدأ يجي لك رسائل. يعني لو انا فاتح مثلا 5 دقايق كمان هتيجي تبص تلاقي رسالة على الماسنجر اجت على الحساب ده، حد بيسأل السعر ده كام، او ده مكانك فين، بيسأل الأسئلة بتاعت البيع والشراء يعني عامة يعني. فعلشان بس ما حدش يقول انا ما فيش تفاعل، انا بعرض الحاجات وما بيجيليش اوردرات، الكلام ده كله علشان حضرتك مش مجتهد في النشر باستمرار ومش متابع الحاجات اللي انت بتعرضها. يعني لازم ان انا اعرض الحاجة زي ما قلنا على الماركت بليس، ولازم اشارك الحاجة في جروبات كتير ويدوي. انا مش بعمل اعلان ممول بفلوس، انا بعرض الحاجة مجانا كده ببلاش. فمعلش لو انا رحت اشتغلت في مكان 7 ساعات او 6 ساعات او 8 ساعات علشان اخد 2000 جنيه في الشهر، انا ممكن اجيبهم وانا قاعد في البيت، بس هشتغل ساعتين بس، هفضل اعرض هنا وهنا وهنا. تمام. ومعلش معلومة برضو، اما اخش اعرض المنتج ده في 10 جروبات تانيين، بخش على المنتج اللي بعده والمنتج اللي بعده والمنتج اللي بعده واللي بعده. مش بشارك ده في 10 واطلع وادخل اشارك في 10 واطلع وادخل، لا، احنا عايزين يبقى منتج كده كل ساعة نخش، يعني كل ساعة على الأقل، بلاش في خلال الساعة نقعد بقى إيه نشر في كل مكان ونفس المنتج، لا، عايزين ننوع منتج مختلف تاني. وكل ساعة ننشر في 10 جروبات تانيين. وغير كده كل 3 أيام ما تنساش تغير الموقع. تمام. يعني لو طلعنا فوق خالص مثلا كده ودوسنا على دي، في حاجات كده ساعات بيجي لك تجديد قائمة المعروضات. التجديد دي يعني انت الاعلان مش شغال، الاعلان مش موجود، مفيش فيه اي تفاعل لان حضرتك ما جددتش الاعلان. تمام. فلما انت هتخش هتعدل الاعلان للقاهرة او اسكندرية او الجيزة، هتلاقي كلمة تجديد قائمة المعروضات، دوس عليها جدد الاعلان. تمام. فلازم يا جماعة نقعد نجدد في الاعلانات، ولازم ننشر في جروبات كتيرة علشان يجي لك كل يوم على الاقل اوردر واحد. تمام. وهو ده اللي انت عايزه، يعني 30 40 جنيه في اوردر لو كل يوم، يبقى تمام قوي وكويس على كده. تمام. يا ريت يكون ده شرح كامل لموضوع النشر في الجروبات وعلى الماركت بليس. تمام. الموضوع مش صعب جدا، ولكن محتاج الصبر، ان انت تصبر على الحاجة اللي انت بتعرضها، والارزاق طبعا بايد ربنا. تمام. اهي دي اول رسالة زي ما قلنا كده من على الماسنجر، حد هتلاقي باعت على اي حاجة شافها. تمام. على اي اعلان. فأتمنى إن الناس تحاول تبذل مجهود وتبدأ تعرض شغلها وتصبر عليه. تمام. شكرا لكم.